السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندوي لكم على موضوع ديال اللي هو خونا اشرف حكيمي، اللاعب المغربي المعروف اللي هو حديث الساعه والقالب الاسماعيلي، اللي دار لمرتو هبه عبوك، واللي قالوا بانه كتب ممتلكات تلمو. اجي نشوفوا كيفاش طاح ليه هذا القالب في راسو، واش كان مخطط ليه. وكيف العاده واحد ابوني ولايك، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ونفتخروا بخونا اشرف. كلشي كيعرف باللي اشرف حكيمي كان كيعاني في هذه الاونه الاخيره من زواجه بخوتنا التونسيه اللي مبلبلاها في مواقع التواصل الاجتماعي بذوك الخرجات الجريئه ولا اخلاقيه. وقبل ما ينتقل اشرف حكيمي للنادي الباريسي باريس سان جيرمان، اقترح عليه واحد خونا اللي هو المحاسب ديالو، واحد المحاسب اسباني، واحد الفكره جهنميه، وقال ليه هاد الممتلكات خصك تنقص منها بحيث ما يبقاوش عندك كاع الممتلكات، يعني حاول تنقص منها. بداو كيتدارسوا الفكره، واشرف عجباتو الفكره من بعد ما عرض عليه كاع المشاكل اللي يقدروا يوقعوا ليه، يعني فكره اللي تقدر تجنبوا الافلاس. لكن قال ليه هاد الفكره هذه تبقى بيني وبينك، يعني سر، وما تعاودوا حتى شي واحد. وحتى مدير الاعمال ديالو ما فراسوش هاد الفكره. فعلا طبقوا الفكره، وجات مع الصدفه ان مراته ما كانش ضامن انها دير ليه هاد القلب ويخرج منه هاد العجب كله. ومن بعد ما تزاد صداع بيناتهم، وكيف شفنا هاد الشيء اللي وقع لخونا اشرف في الاونه الاخيره من بعد التهمه ديال الاغتصاب اللي تهمته اختنا القصير. هنا ملي كثر الصداع، خونا ضرب الحساب في راسو. غير بداو الاجراءات ديال الطلاق، بدات اختنا هبه عبوك اللي هي مراته كتقلب على الاموال وممتلكات اشرف حكيمي، وكتسول على القيمه الاجماليه ديالها. بعد ما ظنات انه تمت العمليه بنجاح، جا عندها المحامي ديالها وصدمها صدمه قويه، وقال لها خونا اشرف حكيمي اللي هو راجلك راه كتب ممتلكاته للام ديالو. هنا بقات مصدومه وطلع عليها البلان فالسو، يعني البلان طلع خاوي وما فهمت والو. وانا خونا تجنب الافلاس، وبدا يشكر داك خونا اللي هو المحاسب ديالو اللي عرض عليه الفكره. واللي عجبته هذه الفكره اللي دار اشرف حكيمي يخلينا كومونتير، والسلام عليكم.